اللطيف رمضان. مزيان يسجل، مزيان لمصلحة الشباب، وصنع أفراح كثير من الأندية، من الحراش إلى الوفاق الصيفي إلى نادي ضمك. هنا العائد إلى البطولة من بوابة شباب الوزداد. يلا ننتظر عبد اللاوي في التنفيذ. عبد اللاوي سجل، يعاد يرد على مزيان. عبد اللاوي أيوب يرد عبد الرحمن مزيان، 1-1. ننتظر ركلات الحظ، ركلات الترجيح. سمي تنفيذ الركلة الثانية اللي من جانب شباب الوزداد باليسرى. يترقب مايو في الزاوية المستحيلة، في الزاوية المستحيلة على حراس المرمى. فوقية هي الزاوية تقريبا المستحيلة على حراس المرمى. 2-1 جاءت نوعا ما في الجانب الأيسر، ولكن في الزاوية الصعبة، في الزاوية الصعبة على الحراس. 2-1 من محمد رضا حليمية في تنفيذ الركلة الثانية. يتقدم رضا حليمية، زغبة يتفوق، زغبة يقول كلمته، يخرج كامل إبداعه، يوقف ركلة حليمية محمد رضا ويمنح الأفضلية لشباب الوزداد. لكن الأمور ما تزال، الأمور ما تزال يا زغبة يا مصطفى ويا رضا يا حليمية. أصحاب الخبرة والتجربة، حسين بن عيادة، فتين بن عيادة بسهولة، بسهولة، السهل الممتنع. هذا زغبة يقول له واصل وأكمل، ويعني خلصنا في الركلة الثالثة. من جانب المولودية طبعا المدافع الآخر محور الدفاع غزالة أيوب. غزالة يتقدم هنا، في الزاوية 90، في الزاوية 90، وهي الزاوية المستحيلة كذلك على حراس المرمى. بكل دقة، بكل براعة بالركلات، في انتظار أن يبصم عبد اللطيف رمضان على حضوره أمام نوفل الخاسف. أمام عبد اللطيف رمضان، نوفل الخاسف يخفق أمام عبد اللطيف رمضان بعدما اقترب. يعود ويتكافأ في الفرص مع مولودية الجزائر بكل براعة عبد اللطيف رمضان. ولو أننا في حراس المرمى طبعا يختارون الزاوية. يرتبق أكرم بوراس، يستعد بوراس، يتقدم بوراس، ينفذ بوراس ويسجل. هذا هو التنفيذ المثالي في ركلة الجزاء، هذا هو التنفيذ المثالي في ركلة الجزاء، في الزاوية البعيدة أو على مقربة من العارضة الأفقية، حيث وضع شديد وضغط كبير.